السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما بخير وصحة يا رب. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا، وقبل اي حاجة صلوا بينا على النبي واذكروا الله. وتعالوا بقى اوريكم احلى سندوتشات شاورما وطريقة التومية بتاعة الشاورما. حاجة كده جميلة جدا، مش هاخد معاك اي وقت، وسريعة، وبأقل حاجة عندك هتعمليها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله، الله اكبر على السندوتشات الشاورما بتاعتنا والتوميه القمر دي. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي. كان عندي صدر فرخه في التلاجة، كان فايض كده منا ومسلوق، كنت شايلاه في التلاجة مش متحمر. وجبت كده بطاطستين زي ما انتوا شايفينهم كده. اقشر طبعا البطاطس بتاعتنا دي، وهقشرها كده مشرشره. هوريكم دلوقتي وانا بقطعها التقطيعه الترند اللي هي نازله كده، سهله يعني، ما بتاخدش معاكي وقت ولا اي حاجه. قطعتها كده بالمقطعة بتاعة المخلل. هي دي بتتباع حوالي كده القطاعة دي مش غالية يعني، ب15 جنيه. جبتها بقى كده وقطعت بقى البطاطس بتاعتنا كده، كان شكلها جميل قوي ما شاء الله. هحمرهم بقى كده جنب الشاورما بتاعتنا. وهمسك بقى كده صدر الفرخة ده، اقطعه طبعا، اقطعه كده حتت مكعبات كده، احوش منه خالص العظم، هخليه يعني من العظم خالص. وهنشوحه بقى دلوقتي كده زي ما تحبي بقى، عايزه تحطيه كده لوحده، عايزه تشوحي معاه بصل وفلفل. طبعا انا كنت هشوحه كده بالبصل والفلفل على البوتاجاز. نزلت كده بشويه زيت وبصلتين متقطعين مكعبات كده، وقرن فلفل حراق. ونزلت كده بالفراخ بتاعتنا، هشوح كل ده كده مع بعضه. وهحط بقى التوابل بتاعتنا، فلفل اسود وكمون وشويه كركم عشان يديني لون اصفر كده للفراخ. وبس، مش هحط توابل تاني. وطبعا شويه ملح وخلاص على كده. هشوح كده الفراخ بتاعتنا كده لغايه اما تستوي خالص والبصل يدبل معانا. وهمسك بقى، والفراخ بتاعتنا طبعا بتتشوح كده، هنعمل بقى شويه التوميه. سهله جدا ومش محتاجه اي حاجه. جبت كده كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين، ومعلقتين نشا كبار على البارد، وهقلب كده النشا في الميه قبل ما احطها طبعا على النار. وبعد كده طبعا هحطها على النار، هوطي النار طبعا علشان ما تتخنش معايا جامد. وبعد كده ده قوامها بعد ما حشتها كده من على النار. احط بقى عليها معلقه توم مفروم، كنت انا فرماه عندي في التلاجة. لو عايزه تدقيه عندك يعني، حابه عايزه تدقيه عادي ما فيش مشكله. طبعا جبت الكبه بتاعتي كده، وهنزل طبعا بالنشا بتاعنا والثوم. وهنزل طبعا بعلبه زبادي. لو عندك مستردة ممكن تحطي، مش عندك عادي اكتفي بعلبة الزبادي، بتبقى جميلة جدا. ومعلقة خل واحدة وليمونة كاملة يعني، ما تحطيش نص ليمونة، حطي ليمونة كاملة وبس. وطبعا هحط لها برضو شوية ملح صغيرين. وهفرم بقى كل ده مع بعضه في الكبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ونزلت كده في الاخر بشوية زيت، وهفرم تاني. وبعد كده بقى التومية بتاعتنا الله اكبر زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جدا وطعمها تحفة. جربوها هتدعولي بجد والله. بس كده هجهز بقى الحاجات بتاعتنا، التومية والبطاطس بعد ما اتحمرت، وكل حاجة هحطها جنبي كده. وهنعمل بقى احلى سندوتشات شاورما ممكن تاكلوها، ومش هتكلفكم خالص بحاجات عندكم في البيت. اي عيش عندك، لو عندك عيش شامي او عندك عيش سوري اللي عندك. انا طبعا ما كانش عندي ولا ده ولا ده، عملتها بعيش ابيض عادي كده، كانت زي القمر وكانت طعمها جميلة جدا يعني. حطيت كده طبعا، دهنت العيش بالتومية، ونزلت كده بالفراخ بتاعتنا وشوية بطاطس محمرين. وهلفه كده واحطه، وهعمل غيره. وهعمل رغيفين كده، وهعمل بجبنة رومي برضو. يعني عملت شوية بالتومية، دهنتها كده بالتومية، وشوية بالجبنة الرومي. وكانوا طعمهم ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا، والولاد حبوها. وما خدتش معايا حاجة، ربع ساعة بالظبط كنت مخلصاها. وكانت جميلة جدا زي ما انتوا شايفين، والعيلة يحبوها. بدل اللي بتشتراها من بره اللي غالية جدا دي، ما كلفتنيش حاجة. بصدر فرخة عملت حوالي 8 سندوتشات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. واللي اول مره يتفرج على القناه يا ريت يشترك لي في القناه. قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. يا ريت يفعل لي الجرس ويعمل لي كومنت حلو كده يشجعني فيه. بس قبل اي حاجه عايزاكم تصلوا على النبي وتذكروا الله، ومتنسوش تدعوا لاخواتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.